قبل 400 سنة جلس رجل فرنسي في غرفة مظلمة وقرر أن يشك في كل شيء، في العالم، في الحواس، في القوانين، وحتى في أبسط الحقائق الرياضية، وكأنه أراد أن يهدم البناء الإنساني كله ليبحث عن حجر واحد لا يمكن أن يسقط. هذا الرجل هو روني ديكارت، والحجر الوحيد الذي ظل واقفا هو جملة صغيرة هزت تاريخ الفلسفة: أنا أفكر، إذن أنا موجود. ما الذي كان يرمي إليه ديكارت بهذه العبارة؟ كان يريد أولا يقينا مطلقا لا تستطيع الحواس خداعه. اكتشف أنه يستطيع أن يشك في كل شيء إلا في كونه يشك، والشك تفكير، وما دام هناك تفكير فهناك ذات تفكر، ذات لا تعتمد على الجسد ولا على العالم بل على وعيها الأول. من هنا بدأ ديكارت مشروعه، أن يجعل الذات هي نقطة البداية لكل معرفة، وأن يجعل الفكر هو جوهر الإنسان، وأن يقول للعالم إن الحقيقة لا تستمد من الخارج بل تولد من الداخل. الكوجيتو لم يكن جملة، كان ثورة أعادت الإنسان إلى ذاته وفتحت الباب لأسئلة أكبر. إذا كان وجودي يتأسس على التفكير فمن أكون أنا بعد ذلك؟ وما الذي يصنع حقيقتي الحقيقية؟ هذه هي الحكاية، وهذا هو ما وراء الفكرة.